كبير حقه المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة من بعد ما تأهل نهائي كأس العالم اللي مقام حاليا بالتشيلي. هذه أول مرة في التاريخ كيوصل فيها المنتخب المغربي الشاب لهذه المرحلة. المغرب واجه منتخب فرنسا في النصف النهائي، الماتش كان قوي بزاف وسال بالتعادل 1-1 من بعد ما مشاو لضربات الجزاء، فين تألق الحارس المغربي عبد الحكيم المصباحي وصد ضربة جزاء حاسمة وخلى المغرب يربح 5-4 في الترجيحات ويتأهل للنهاية. المنتخب المغربي غادي يلعب في النهائي ضد الأرجنتين، والجماهير المغربية كلها متحمسة وكتسنى هذا النهائي التاريخي بفارغ الصبر باش الشباب ديالنا يحققوا اللقب ويشرفوا الراية المغربية في العالم.